حساب اني ارجع الموقع، فمشيت صورت الحادث ووثقت كل شيء واخذت نفسي ومشيت. تفاجأت الشخص هذا حصلته خرج من المحطة وجالس يمشي بشويش وكأنه يعني ما ارتحت له. فشفته رجع المحطة، قمت أخذت نفسي ورجعت مرة ثانية المحطة. أخذت وقت، لما وصلت وجدت هذا الشخص وقف محل الحادث ونزل وجلس يجري مكالمات. طبعا في الحالة هذه الشخص هذا ايش كان ممكن يسوي؟ كان ممكن يبلغ علي هروب، حتجيني رسالة انه وقعت حادثة وممكن تتطور الوضع، ممكن اوصل للمحكمة. فنزلت كلمت شخص قلت انا سامحتك وان تجاوزت على الموضوع، ايش اللي مرجعك الان وقاعد تتصل تجري اتصالات؟ قال والله بستنى اخويا ومن الكلام هذا. المهم ما لكم في الطويلة، جاني شخص ما هو اخوه، له اسم ثاني لقب ثاني، عرفني بنفسه محامي. المهم ان الموضوع كان فيه ريبة بعض الشيء. قلت له انا حتنازل، لكن في الحالة هذه ايش المطلوب منك؟ المطلوب منك انه اذا تعرضت لنفس الموقف هذا انه تنتظر نجم وتسجل الحادثة، وبعد كذا تبغى تتنازل عنه جزاك الله خير تنازل، مع انه ابسط حقوقك انك ايش؟ تحصل على حقك حسب النظام. اذا كنت في منطقة مقطوعة وممكن يوصل لك وقت متأخر نجم، ظروفك ما تساعد انك تنتظر زيادة، في الحالة هذه وثق الحادث. ما اخفيك الشخص ذا انا برضو جيت وسجلت معه قبلها سيلفي وتكلمت معاه انه انا صار بيني بينك حادث، وصورت سيارتي وصورته هو، والوضع كالتالي، وانا تجاوزت عنك وانت رجعت الموقع الحادث كل شيء. قال لي انا اسف واعتذر وعفى الله عما سلف، وانا عن نفسي ما اطالبك بشيء وانت تطلبني شيء. قلت له الله يستر عليك، توكل على الله. فعشان كذا وثق كل شيء قبل ذهابك موقع الحادث بشكل رسمي. الله يحفظنا.